السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله البنات قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنتمنى ان شاء الله تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشوفوا الملوي معمر بالخضره، يعني داكشي اللي كيتوفر عندنا في البيت كيجي تبارك الله بنين. وغادي نشوف ان شاء الله الطريقه ديال الطريق ديالو، وواحد يعني بدون زبده غادي نصوبه ان شاء الله غير بالزيت، كيجي تبارك الله مورق وما كيجيش معجن من الداخل. حتى العجينه البنات اللي درنا يعني ما دلكناهاش مزيان، غادي نوريكم الطريقه اللي درت ليها كيجي تبارك الله غزال. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوها البنات، خاصه في شهر رمضان بصحتكم وراحتكم. يلا على بركه الله البنات، غادي نشوفوا الطريقه ديال العجن ديال الملوي ديالنا ولا مسمن معمر، يعني كل واحد شنو تيقول لي. يلا على بركه الله تناخذوا الدقيق الابيض او الدقيق الفرص، كنزيدوا ليه شويه ديال الملح. بالنسبه للبنات المسمن ولا الملوي المعمر انا كندير غير الدقيق الابيض، ما كنزيدش الفينو. فوالا البنات كنزيدو ناخدو 700 غرام ديال الدقيق الابيض، كنضيفو له شويه ديال الملح وشويه ديال الخميره ديال الحلويات، غير شويه البنات باش تجي لكم العجينه رطبه. فوالا نحاولوا نخلطوا النواشف ديالنا وغادي نعجنوها ان شاء الله. بالنسبه للعجينه البنات ما تدلكوش العجينه مزيان، يعني غير جمعوا العجينه ودلكوها غير بشويه. من بعد البنات كتجمعوها في واحد البلاستيك غذائي وكتخليو العجينه تطلق براحتها، يعني بلا ما تعذبوا في العجن. فوالا البنات انا غير جمعت العجينه، شوفوها. فوالا دابا غادي نديرها في البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح. فوالا بهذه الطريقه كتجي لكم العجينه زوينه وسهله في الخدمه. البنات غادي تشوفوا العجينه كيفاش دايره تبارك الله. ولا على بركة الله البنات غادي نشوفوا الطريقة اللي غادي نديروها، اللي غادي بالعمارة ديالنا ديال المسم ديالنا ولا الملوي. كنحتاجوا على بركة الله المقادير، يعني الخضرة. انا البنات ما درتش فيه اللحم، غادي ندير فيه غير الخضرة تبارك الله كيجي بنين وكيعجبني. كنحتاجوا على بركة الله الجزر محكوك، كنحتاجوا البصلة محكوكة اللي صفيناها من الماء ديالها، كنحتاجوا القرعة خضراء محكوكة. فوالا كنحتاجو زيت الزيتون، كنحتاجو الفلفله مقطعه رقيق، كنحتاجو واحد المطيشه كبيره مقطعه رقيقه، كنحتاجو قزبور معدنوس مقطعين، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وكنحتاجو معلقه كبيره ديال السمن، كنحتاجو العطريه المخلطه البنات، وكنحتاجو الملح والثوم. يلا على بركة الله البنات غادي نعيدو المقادير. كنحتاجو الجزر محكوك، كنحتاجو بصلة محكوكة مصفية من الماء ديالها، كنحتاجو قرعة خضراء محكوكة، كنحتاجو زيت الزيتون، كنحتاجو فلفلة خضراء مقطعة رقيق، كنحتاجو مطيشة مقطعة رقيق، كنحتاجو قزبور معدنوس مقطعين، كنحتاجو المعلقه ديال السمن، معلقه ديال المطيشه المركزه، العطريه المخلطه البنات، والملح وشويه ديال الثوم. يلا على بركه الله غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير. كناخذوا واحد يعني الاناء اللي غادي نطيبوا فيه الحشوه ديالنا، كنديروا البصله مع زيت الزيتون، غادي نضيفوا ان شاء الله الثوم، وغادي نشحروا المقادير. ولا البنات كنضيفوا الثومه،
فوالا كنشحروا المقادير ديالنا. دابا كنزيدوا البنات المعلقه ديال السمن الحار. انا كنستعمل السمن الحار، يمكن لكم تعوضوه بالشحمه ولا بالسمن العادي. بالنسبه لهاد المسمن كيجي تبارك الله زوين البنات، راه جربوا غادي تشوفوا ما فيه لا حوت لا يعني لا لحم لا اي حاجه، فيه غير الخضره، ولكن كيجي بنين تبارك الله. بهذه الطريقه اللي كندير ليه انا كيجي رطب، يعني يمكن لكم يعني تحتفظوا به في الثلاجه وتسخنوه، كيجي تبارك الله زوين. يلا على بركه الله كنضيفوا البنات الجزر المحكوك ونحاولوا نشحروا مزيان المقادير. فالبنات كنزيدوا قرعه خضراء محكوكه. فوالا نحاولوا نشحروا مزيان الخضراء ديالنا البنات. كنضيفوا المطيشه مقطع رقيق، فوالا بهذه الطريقه. كنضيفوا الفلفله حتى هي مقطعه رقيقه، ولا كنضيفوا الربيع. كنضيفوا طماطم المركزه ونخلطوا جميع المكونات. ها البنات نحاولوا نخلطوا مزيان. بالنسبه لهاد الحشوه انا ما كنزيدش الماء، كنخليها كطيب بخاطرها على عافيه مهيله حتى كتطلق الماء ديالها. كنضيفوا البنات العطريه والملح. بالنسبه البنات بالنسبه للعطريه المخلطه اللي كنقول لكم، انا كناخذ جميع العطريه كنخلطها وكنحتفظ بها، يعني وقت ما بغيت كنستعملها كنستعملها مره واحده. فوالا نحاولوا نخلطوا مزيان. فوالا بالنسبه للخضره بدات كتطلق الماء ديالها. ولا البنات بعد ما طابت الحشوه ديالنا كتجي تبارك الله غزاله. هي البنات طيبه في الماء ديالها، يعني ما درنا ليها حتى شي حاجه. شوف تبارك الله كيفاش كتجي، حتى الريحه ديالها كتجي تبارك الله غزاله. يلا على بركه الله البنات غادي نوريكم الطريقه ديال التوراق. كناخذوا الزيت المائده كنضيفوا ليها 3 المعالق ولا اكثر، يعني حسب الكميه ديال العجين اللي عندكم، ديال نشا الذره. فوالا وكنزيدوا الخميره ديال الحلويات ولا الخميره الكيماويه. فوالا بالنسبه لهاد الطريقه البنات بلا زبده كيجي الملوي ولا المسمن ديالكم رائع جدا ومورق واقتصادي. جربوها البنات وغادي تشوفوا في جميع يعني الانواع ديال هكا بحال المسمن والملوي اللي كنستعملوا فيها هاد الخلطه ديال الزبده. حاولوا تعوضوها هاد الخلطه اللي درتها معكم، كتجي تبارك الله. غادي تشوفوا كيكون العجين سهل في الخدمه وكيكون مورق، وغادي تشوفوا ما كيتعجنش معكم. فوالا يمكن لكم تستعملوها حتى في المسمن ولا الملوي العادي بدون حشوه. ولا البنات كنخلطوا الخليط ديالنا
وعلى بركة الله تناخدو العجين ديالنا بعد ما ارتاح كنقطعوه على شكل كويرات صغيره. بالنسبه للحجم يعني اللي بغيتو ديرو كنضيفوا ليه كناخدو الفرماج المحكوك اللي غادي نديرو في الملوي ديالنا على بركه الله. شوفوا البنات العجينه اللي ما دلكناهاش كيفاش دايره، يعني الا خديتو العجينه اللي مدلوكه كتجي كتجمع معاكم وكتقطع. فوالا العجينه كتكون ساهله في الخدمه وواخا تقطع معاكم كيجي الملوي رائع. غادي تشوفوا الطريقه كنسرحوا ها بهذه الطريقه، يعني انا ما كنخليهش يكون شويه غليظ، كنخليه ديما يكون رقيق بهذه الطريقه. كندهنوها بهذيك الخلطه اللي درنا ديال الزيت مع الخميره مع نشا الذره. فوالا تناخدو الحشوه ديالنا كنحاولوا نديروها، يعني يمكن لكم تعمروها بالحشوه ولا ديروا غير شويه، يعني كل واحد وشنو تيبغي. انا كنديرو بهذه الطريقه، يعني كنديرو كاع في الجوانب. فوالا كنديرو الجبن محكوك حتى هو كيعطيها واحد المذاق رائع. جربوها البنات يجي تبارك الله زوين في المسمن ولا في الملوي. ولا البنات كناخذوا واحد الموز بهذه الطريقه اللي قلت لكم كنقطعوه في الجوانب باش نحاولوا نجمعوه في الوسط. غادي تشوفوا الطريقه بهذه الطريقه تقطعوه كبير ولا صغير يعني اللي بغيتو. فوالا البنات كتقطعوه، العجينه راه ساهله في التقطاع ورطبه، ولا كنحاولوا نجمعوه في الوسط بهذه الطريقه. فوالا على شكل كره ولا انا كندير البنات الحشوه راه ما تخافوش على العجينه، يعني كتجي زوينه، يعني ما واخا تقطع معاكم راه غادي تشوفوا الطريقه كيفاش دايره. فوالا نحاولوا ندهنوا بهذيك الحشوه ديالنا باش يجي فيها المذاق ديال الحشوه. فوالا نحاولوا نجمعوها بهذه الطريقه. فوالا البنات فوالا نجمعوا بهذه الطريقه ونخلوها جانبا، وغادي نسرحوا ان شاء الله الكره الثانيه. ولا البنات ناخذ الكره الثانيه كنسرحوها بنفس الطريقه. فوالا كنسرحوها بهذا الشكل، من بعد كندهنوها بهذيك يعني الخليط هذاك الخليط اللي درنا. فوالا وكنديروا الحشوه ديالنا بنفس الطريقه الاولى اللي درنا. فوالا البنات كنزيدوا الفرماج المحكوك. بالنسبه للبنات اللي كيديروا غادي يديروا الملوي ولا المسمن اول مره معمر، يحاولوا يديروا غير شويه ديال التشرموله ولا ديال الحشوه باش ما يتقطعش معاهم يعني. فوالا البنات كناخذوا هذيك الكره الاولى كنقلبوها وكنديروها على الكره الثانيه ونحاولوا نقطعوا بنفس الطريقه. هاد الطريقه كيجي ساهل الملوي، كيجي زوين بلا عذاب بلا تماره. فوالا نحاولوا نقطعوه بنفس الطريقه في الجوانب. فوالا نحاولوا نديروا هذيك الحشوه بنفس الطريقه فوق الكره الاولى. فوالا بنفس الطريقه كنديروا الجبن ونحاولوا نجمعوها البنات. فوالا البنات نحاولوا نجمعها بنفس الطريقه بهذا الشكل. فوالا بعد ما جمعناها كتجي بهذا الشكل.
فوالا نحتفظ بها جانبا، وغادي نكملوا جميع الكويرات بهذه الطريقه. فوالا البنات كنسخنوا المقلاة ديالنا ونحاولوا نضغطوا عليها غير بشويه، العجين راه ما كيتقطعش معكم، كيجي زوين. فوالا البنات كنسخنوا المقلاة ديالنا وكندهنوه بشويه ديال الزيت وكنديروا فيها الملوي ديالنا، ونحاولوا نديروا على عافيه مهيله باش ما يتحرقش لكم، وغادي يطيب مزيان من الداخل. فوالا نحاولوا نقلبوها غير بشويه، تبارك الله راه بدا كيطيب معنا الملوي ديالنا. فوالا البنات هذاك الفرماج كيدوب، فوالا كيبان، ما نقول لكمش على الرائحه البنات، راه غير بالخضره ولكن كيجي بنين. فوالا البنات بعد ما كملنا الملوي ديالنا كيجي تبارك الله على هذا الشكل، كيجي غزال البنات، طايب مزيان ومورق وما كيجيش معجن من الداخل. بهذه الطريقه ساهله راه غادي تكملوه، يعني ما كياخذش بزاف ديال الوقت، يعني حسب التجربه ديالي في المسمن وفي الملوي. بهذه الطريقه اللي وريتكم دغيا البنات كيطيب. فوالا شوفوا المسمن ولا الملوي ديالنا كيفاش مورق البنات وما كيجيش معجن، يعني تبارك الله، يعني كيستحق التجربه. كنتمنى البنات يعجبكم وتجربوه في ديوركم، وكنتمنى تشجعوني. ما تنسوش البنات ديروا لي لايك وتخليو لي شي تعليق زوين. نتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في الفيديو الجاي، وشكرا على المتابعه.